بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة هقول لكم فكرة مشروع حلوة ما شاء الله تكسبك دهب وانت في بيتك من غير ما تطلع من البيت. النهاردة هنعمل المخروطة او القادوسية او المسرودة، كل بلد لها مسمى يعني. هنا عندي 5 كيلو دقيق. دقيق قمح عادي من البيت اللي هو دقيق الغلة. لو هتعملي دقيق فينو يبقى هتبقي تجيبي الدقيق اللي هو ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، لجميع الأغراض. هنعجن مية وملح بس، هي وكل مقاديرها دقيق ومية وملح. هنعجنها عجنة كويسة محترمة، ناخد وندي فيها عشان يعملها عرق، عشان نعرف نفرد الفطير. له ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. عجنت الدقيق 5 كيلو دول عجنة حلوة محترمة. هتضيفي مية لغاية لما تلاقي العجينة مظبوطة معاك، لا هي سايبة ولا هي ماسكة يعني، ولا هي ناشفة شوية يعني، هتبقى متماسكة شوية. اهو شايفين ده القوام بتاعها. سبتها ترتاح. هنا عندي الحلة بتاعة البخار، جبت المية وحطيت اكتر من نص مية، وعصرت فيها الليمون دهون عشان الحلة ما تزرقش معايا وتتعبني في الغسيل. هنا جبت المصفى اللي من فوق، دهنتها زيت برضه عشان المخروطة ما تلزقش فيها لما تستوي. هنجيب هنا الصينية نرش عليها شوية دقيق ونقطع الكور على كاد، يعني لو السطح اللي عندك هتفرد على سطح واسع كبر الحتة الكورة، لو هتفرد على سطح صغير على حسب السطح اللي عندك هتفرد عليه، يعني طبلية واسعة طبلية صغننة براحتك. هنا قطعت كور هنقطعهم كور نخليهم يرتاحوا شوية وراح نبتدي نفرد. خليكم معايا اهو في الفيديو فضلا وليس امرا، واشتركوا في قناتي، ما تنسونيش في اللايك بالله عليكم. وهنا ايه، جبت 3 كيلو دقيق تاني. اخدت الكمية بالنسبة لي يعني لما فردت في الفرد اخدت معايا 3 كيلو دقيق تاني كده ايه. 3 كيلو 5 في العجين يبقوا 8 كيلو. 8 كيلو ب200 جنيه، هي كل التكلفة بتاعة المشروع بتاعك دي. 8 كيلو دقيق ب200 جنيه، الكيلو ب25 جنيه. هتفرديها كده ما شاء الله، النشابة واسعة والطبلية واسعة، هتفرد معاك وتوسع. شايفين؟ اللهم بارك. هترش دقيق برضو معاك عشان وانت بتفرد على طول عشان ما تلزقش منك في النشابة، بس هي عايزة خفة يد. اهو ما شاء الله ولا قوة الا بالله، اتفردت معايا ملت الطبلية. شايفين الحلاوة والجمال؟ صلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسونوش بالله عليكم في اللايكات عشان القناة ترفع وربنا يكرمنا ويرزقنا برزق ولاد ان شاء الله ونفعلها وتكون مصدر رزق ليا وليهم. هنا زي ما انتوا شايفين عملت البتاع زي الرول على الفطيرة، زي الرول على النشابة، وسحبتها وقطعتها. وهنا جبت المكنة بتاعة المخروطة اهو ما شاء الله، نزل زي الكنافة الفطيرة عشان رهيفة وخفيفة خالص، مفرودة كويس والعجينة مظبوطة، نازلين زي الكنافة اللهم بارك. اهو اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عايزة لايكات كتير على الفيديو بالله عليكم، فرحوني ومشاهدات حلوة، الله يخليكم. ربنا يرزقكم ويجبر خواطركم ويرضيكم ويرضى عنكم دنيا وآخرة. هنا عملتهم بغربال السلك أو مصفى عندك أو أي حاجة، هتهزيهم عشان الدقيق ينزل منهم خالص. فردتهم بالتساوي كده، هو غطيت السطح بتاع المصفى كله بتاع حلة البخار وغطيتهم بقماشة. وعملت الكمية طبعا كلها بنفس الطريقة، مش هنفضل نصور. اهو اللهم بارك طالع زي الكنافة، حاجة جميلة خالص. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا كبيتهم وفردتهم في الطبق واسع كبير عشان يتهوى ويطلع منهم البخار. شايفين؟ ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اهو عشان دهنت الحلة، عشان دهنت جناب المصفى زيت، فالحلة ما شاء الله خالعين من الحلة، مفهومش أي تكتلات ولا أي كلاكيع ولا أي حاجة، عجينتهم مظبوطة اللهم بارك. شايفين البخار؟ ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. سخن مولع، أجرنا الله وإياكم من نار جهنم. نازلين اللهم بارك اهو، حاجة زي العسل. طبعا عندك سمنة بلدي هتاكليها بالسمنة البلدي والسمن والعسل، بالجبنة القديمة بالسكر، هتضيفي عليها لبن ممكن،
بتتاكل بكذا طريقة. في ناس بتعملها مع الشوربة واللحمة، بس احنا يعني في بلادنا هنا بنعملوها كنوع حلو، بالعسل بالسكر باللبن، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. اهو بعد ما الكمية كلها اتهوت ما شاء الله، شايفين دول 5 كيلو دقيق اللي انا عجنتهم معاكم. 5 كيلو دقيق دول طلعوا معايا 10 كيلو مخروطة. مثلا لو الكيلو ب40 جنيه، راح تبيع ال10 كيلو ب400 جنيه، أو 450 لو الكيلو ب45. 450 كده انت ايه، عندك 200 جنيه دقيق. هنا خدت شوية حطيت عليهم شوية سمنة بلدي ورجعتهم تاني على البخار يسخنوا. كده عندك 10 كيلو ب450. فرضا ويعني مثلا أخدوا منك 20 جنيه أو 30 جنيه غاز تشغيل البوتاجاز على النار يعني. يبقى انت كسبت كام كده؟ كسبت 200 جنيه، اللهم بارك. وانت قاعدة في بيتك والدنيا تمام معاك وسط ولادك وتشتغلي، هتعمليهم. وانا عملتهم كده، هنطلعهم اوردرات. وما شاء الله زي ما شفتهم في اول الفيديو كيستهم كل كيلو لوحده. وهو ما شاء الله بألف هنا وشفا لكل اللي كان يا رب. كان حد نفسه في حتة جبنة قديمة، جبنا حتة جبنة بمش، وحد عايز ياكل بعسل، كل واحد ومزاجه. عملناهم بألف هنا وشفا. هو شايفين عنكم ده غير اللي احنا اتغدينا بيهم طبعا. دول 10 كيلو اهم. من ال8 كيلو دقيق عملت 10 كيلو مخروطة. يعني مشروع بدقيق ومية ونار وبس. هيتحتاج منك صح تكة وحبة مجهود، بس كله ايه ما شاء الله تبارك الله. وادي الحلة اهو شايفين، برغم الغليان فضلت ساعتين واكتر من ساعتين على النار، والحلة زي الفل بيضة نظيفة اهي. مش هي بتعمل السواد بتاع الغليان ده، عشان حتة الليمون اللي انا عصرتها فيهم في الاول. دعواتكم بالله عليكم، ربنا يعين ويكرمنا ان شاء الله، ونفعل القناة ونشوفكم فيديو جديد. يلا سلام عليكم.